السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معي فيديو جديد في وصفة جديدة من وصفاتكم وصفات قناة عالم هبة. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم طاكوس اللي كيجي رائع ولذيذ. كيف ما كتلاحظوا راه كيجي غزال بحشوة لذيذة جدا. ما نقولش لكم بواحد المذاق اللي رائع. رافقته مع لاصوص ديال كيتشوب ومع المايونيز وبطاطا فريت كيف ما كتعرفوا. المهم هنا غادي نقطعوا لكم الداخل باش تشوفوا كي تيجي هاد الطاكوس، راه كيجي غزال 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 بزاف. هانتوما غادي تشوفوا الحشوه ديالو كيف كتكون من الداخل. المهم ما عليكم الا تتابعوا معايا الفيديو الى الاخير باش تشوفوا الطاكوس ديالي بالطريقه اللي كنستعمل. وما تنساوش قبل ما تبداو الفيديو خليو لي واحد لايك واشتراك وشي تعليق يكون محفز. بارطاجيو مع الاهل ديالكم مع صحاباتكم، علاش لا؟ باش تدعموا لي قناتي ونبقى دائما نعطيكم الجديد وان شاء الله راه كاين الجديد بزاف وبزاف. المهم غادي نبدا معكم في المقادير ديال الحشوه ديال الطاكوس. اما بالنسبه للعجينه ديال الطاكوس راني غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال عجينه الطاكوس. حتى هي راه حطيتها لكم في الفيديو. المهم حطيتها قبل من هذا الفيديو هذا. على بركه الله كيف ما كتلاحظوا هنايا ها هي عجينه ديال الطاكوس اللي ديجا وجدت. راه غادي نخليها لكم في الوصف، في صندوق الوصف غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو. هنايا عندنا الزيتون مقطع اللي غادي نحتاج. غادي نحتاج الملحه والكمون والابزار اللي غادي نضيف. المهم بالنسبه راه كل حاجه الكفته غادي ندير فيها شويه الملحه والكمون والابزار ندير فيه شويه الملحه والكمون، كل حاجه ندير فيها شويه. هنا عندي لانشون كاشير. عندي هنا واحد حبه ديال بصله كبيره اللي قطعتها. وهنا عندي صدر دجاج او الا عندكم الديك الرومي. وهنا عندي الكفته. وعندي هنا كزبر ومعدنوس. وهنا عندي واحد البصله اللي رقيقه بزاف شلطتها كيف ما كتلاحظوا على حساب لاصوص. غادي نحتاج هنا المايونيز كيف ما كتلاحظوا هذا راه مصايب في الدار ديال الدار. وعندي لا موطارد او الخردل. وعندي واحد معلقه ديال مطيشه الحك. وعندي هنايا الكيتشوب. المهم بالنسبه للا موطارد والكيتشوب راني غير شريتهم، اما المايونيز قديته في الدار. الا بغيتو نخلي لكم الفيديو ديال المايونيز كيفاش كنعملو في الدار، خليو لي تعليق وغادي نقاد لكم ان شاء الله فيديو ديال المايونيز. المهم على بركه الله غادي نبدا دابا ان شاء الله. غادي نجيب واحد مقيله، المقيله ديال الطياب. غادي نضيف فيها البصله مع القليل من الزيت. نضيف فيها البصله مع شويه الابزار وشويه الملحه وغادي نضيفها فوق البوطه ونخليها حتى تشحر البصيله. عاد غادي نزيد عليها الكفته. وكذلك غادي الدجاج حتى هو غادي نجيب ليه حتى هو مقيله وغادي ندير فيه صدر دجاج مع شويه الملحه والابزار و الكمون. وغادي نزيد عليها القليل من الخرقوم شويه. ثم كنضيف حتى كزبر ومعدنوس شويه هنا في الكفته. وحتى بالنسبه للدجاج حتى هو تندير واحد شويه. المهم الكفته كثرت على الدجاج صافي غادي نضيفها فوق النار ونخليها حتى تشحر وتذوب البصيله. عاد غادي نزيد عليها غادا نزيد عليها الكفته صايي. والدجاج حتى هو كذلك نفس الطريقه. كيف ما كتلاحظوا هنايا من بعد ما دبالت البصله ضفت عليها الكفته وخليتها حتى طيب. وهذا هو صدر الدجاج حتى هو كيتقلى مع الزيت. وبطاطا فريت اللي حتى هي غادي نعمر بها، ها هي كنقليها حتى هي في مقله اخرى. المهم دايره 3 المقلات فوق البوطه مخليهم كيطيبوا هانتوما كيف ما كتلاحظوا. وبعد ما طابت لي الكفته ديالي والدجاج كيف ما كتلاحظوا هما طابوا هما درتهم في هاد الزلايف. غادي نبدا ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا الورقه هي هذه. كما قلت لكم غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. غادي نبدا ان شاء الله. هانتوما كيف ما كتلاحظوا صوص لي صايبت هي هذه. بالنسبه لاصوص جاب لي التليفون كيصور. مني جيت نشوف لقيتو
اللقطه ديال لاصوص ما تصوراتش، ما عرفتش كيفاش كان عامل ستوب ولا ما عرفتش. المهم بالنسبه لاصوص رانا ضفت فيها القليل من الربيع، كزبر ومعدنوس، وضفت فيها واحد 2 معالق ديال المايونيز، ومعلقه ديال لا موطارد، وشويه الكمون وشويه الابزار وشويه الملحه، وواحد المعلقه ديال مطيشه الحك. صافي هادشي اللي كاين. مهم كيف ما كتلاحظوا وضعت الكفته اللي مع البصله، ثم صدر دجاج، معلقه ديال لا موطارد، معلقه تكون غير صغيره يعني ماشي كبيره، غير شويه، لانني راه ديجا دايره واحد المعلقه حتى هي صغيره نيت في الصلصه. وغادي نضيف عليها بطاطا فريت صافي، ونطوي الطريقه اللي كتعرفوا نلفها. المهم ونزيد الكاشير. بالنسبه للكاشير الا بغيتي ديريه هكذا دوائر ديريه، ما بغيتيش ديريه دوائر غير حكيه صافي. المهم انا اختاريت انني نخليه بحال هكا دائرات، ما بغيتش نحكو، قلت نديرو هكا دوائر احسن صافي. ونلفها بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا، ونوضعها على جانب، ونجبد الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، ندهنها بصوص، وغادي نضيف عليها الكفته، ثم صدر الدجاج ولا موطارد، معلقه صغيره، شويه الزيتون، 2 ديال الكاشير كما قلت لكم الا بغيتو تحكوها حكوها، وغادي نضيف عليها بطاطا فريت ونطويها كيف ما كتلاحظوا. المهم كما قلت لكم غادي نسالي كل شيء، ندير ستوب الفيديو حتى نكملهم كاملين، عاد نعاود نرجع لكم. ان الا بقيت حتى كملت كل شيء غادي نطول الفيديو، غادي يجي الفيديو طويل بزاف، لهذا غادي نساليهم كاملين، عاد غادي نرجع لكم ان شاء الله باذن الله. المهم هذه هي الثالثه، عفوا قلت لكم غادي ندير 2، درت 3. هذه هي الثالثه، درت فيها حتى هي نفس المقادير، كيتشوب، مايونيز. المايونيز تبقى اختيار لانني ديجا دايره 2 معالق في الصلصه. الا ما بغيتوش ما كاينش مشكل انكم ديروا مايونيز والكيتشوب ولا موطارد وباقي المكونات الاخرين. وهنا كيف ما كتلاحظوا عندي المقيله ديال الطاكوس، ها هي كيف ما كتلاحظوا فيها دوك الشريطات. صراحه ما عنديش الاله ديال الطاكوس، عندي غير هذه هي اللي غادي نستعمل. غادي نبقى باركه عليه بحال هذا الشكل هذا حتى يتحمر على دوك الشريطات يطيب العجينه ديالي. المهم ها نتوما راه كتجي دوك الشريطات، ها هما شفتوهم دابا ولاو بيضين، ولكن ما حدهم هما كيطيبوا وكيوليو محمرين. صاي غادي نكملهم كاملين، نطيب هاد الطاكوس اللي صايبت. المهم هنا خرجوا لي 10 الحبات، يعني 10 لي طاكوس. ها هما كيف ما كتلاحظوا من بعد ما طابوا تحمروا مزيان كيف ما كتلاحظوا، بدون الاله ديال الطاكوس، غير بالمقيله فقط. والا ما عندكمش حتى المقيله يمكن لكم انكم ديروه في الشوايه، ديروها في الشوايه ودخلوها الفران حتى هي كتجيبوا بحال هكا مشرط. وهنا كيف ما كتلاحظوا انا رافقته مع لاصوص ديال كيتشوب والمايونيز، درتهم في زليفه وبطاطا فريت حتى هي، داكشي اللي بقى لي درتو حتى هو في زليفه. وتيكون هذا هو الطاكوس ديالنا ديال اليوم. هذه هي الطريقه ديالي ديال الطاكوس، وكنشكركم بزاف 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 على حسن المتابعه. المهم انا غادي نقطع لكم وحيده من الداخل تشوفوا كيف جات الحشوه ديالها. المهم كنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو جديد في وصفه جديده. وكنشكركم مره اخرى بزاف. ما تنساوش خليو لي واحد التعليق يكون زوين بحالكم، وديروا لي واحد لايك واشتراك الا كنتو اول مره كتشاهدوا قناتي، بارطاجيو مع الاهل ديالكم مع صحاباتكم علاش لا. وكنتسنى دعمكم للقناه، ومع السلامه، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله باذن الله.